لم يصبح الآن نائبا عاما؟ يعني طبعا هو الواضح ليس قرار التعيين، ولكن ما تضمنه م- قرار التعيين أو م- ما قام بسحبه ومحوه قرار التعيين. م- الفاتيكان ما فيش فيها تقريبا 4 مصريين تقريبا، ومالناش م- فيها أي سفارة ولا حاجة خالص، م- ولكن المقصود هو التغلب على المعضلات القانونية م- الموروثة من النظام القديم، التي نريد أن نقيم بها ثورة. م- وهذا يعني م- دي أغرب معادلة في التاريخ. يعني كيف نحافظ على الثورة بآليات وقوانين م- وأدبيات النظام القديم، م- وفي نفس الوقت إذا خرج رئيس الجمهورية عن هذه الآليات البالية الفاسدة م- المستبدة أدين من القوى السياسية. القوى م- السياسية كلها تقف وتدينه وتقول له احترام القضاء وأحكام القضاء، وهذا ليس ببعيد. اليوم كثير من القوى السياسية وكثير من الشخصيات بيقولوا احنا بكرة مش نازلين عشان خاطر قضاء الأحكام القضائية بتاعت موقعة الجمل، ولكن احنا نازلين عشان أمور أخرى. يعني بيأكدوا إن هم موافقين على ما صار إليه أو ما صارت إليه الأمور من إهدار لدماء الشهداء وإهدار للثورة كاملة. إذن نحن بصدد قرار يعالج المشكلات أو المعضلات القانونية التي جعلت من النائب العام شخصا مؤبدا في مكانه لا يتزحزح حتى ببلوغ سن السبع، حتى يبلغ سن السبع. وبالتالي طبعا قرار يعني ممتاز، هيحل مشكلات كبيرة في هذا الوقت بالذات، هيفجر قضايا كبرى موجودة بمكتب النائب العام. هناك عدد هائل من القضايا أريد لها أن تدفن فيما يتعلق برموز وكبار المسؤولين السابقين، وفيما يتعلق بأموال وثروات مصر، وفيما يتعلق بأجهزة حساسة اللي هي أخطرها الجهاز القضائي كله، يعني بمؤسسات حساسة أخطرها مؤسسات القضاء. أنا أحب أقول لك نموذج واحد من القضايا الموجودة في مكتب المستشار عبد المجيد محمود حتى اليوم، يعني لا زالت موجودة حتى اليوم في مكتبه، لم يتصرف فيها لا بالحفظ ولا بالإحالة إلى محكمة الجنايات، على الرغم من أن فيها تسجيلات واعترافات وتلبس، وهي قضايا رشوة عدد كبير من القضاة. هناك عدد كبير من القضاة خلال ال10 سنوات اللي فاتت تم استصدار أذون من مجلس القضاء الأعلى بتسجيلات مكالماتهم وتفتيش منازلهم، وخرج يعني ذهب لضبطهم محامي عام، أحد الأشخاص القضائية بدرجة محامي عام، وضبطهم وقبض عليهم واعترفوا، ومع ذلك طيب عادوا إلى بيوتهم. ده مثال فج يا أستاذ عصام. نعم. يعني هذا المثال مثال خطير وفج. طب يعني ألا يستدعي ذلك مساءلة النائب العام على تستره على يعني هذا المثال الفج اللي حضرتك ضربته الآن؟ ما أنا هكمل لك هذه القضية، أكمل لك دي وبعدين هقول لك بالظبط يحصل إيه مع النائب العام. هؤلاء هم المحرك الأساسي للثورة المضادة داخل مؤسسة القضاء الآن. يعني هؤلاء القضاة اللي هم موجود قضاياهم بمكتب النائب العام، ليه؟ لأنهم يعني إن لم يفعلوا ذلك قضاياهم هتتحرك، وبالتالي قضاياهم محطوطة وما ينفعش تتحفظ. ليه؟ لأن القانون يستحيل إنها تحفظ، لأن فيها اعترافات وفيها تسجيلات وفيها صوت وصورة وفيها إذن من مجلس القضاء الأعلى. تمام. طيب سؤال حضرتك هو القضاء، لا ده مثل هذه القضايا وعشرات القضايا المسؤول عنها المباشر النائب العام. ومن حق كل مواطن ومن حق كل متضرر من هذه الإجراءات وهذه التصرفات أن يتقدم ببلاغات من الآن، مش من بكرة، من الآن ضد النائب العام. ويجب على السلطة السياسية ان هي، لان طبعا كلمه سفير يعني في جزء من الحصانه، ان هي تقدمه الى المحاكمه الجنائيه في اسرع وقت. واذا قدم عبد المجيد محمود شخصيا الى المحاكمه الجنائيه في اسرع وقت فسوف يفشي اسرار تشيب لها الولدان. طيب يعني ما السبب؟ خصوصا معلش يا اخي، اتفضل خصوصا فيما يتعلق بممارساته
وممارسات النائب العام الذي سبقه وممارسات النائب العام الذي سبقهما. احنا عندنا 3 نواب عموم ما زالوا موجودين وأحياء: رجاء العربي، ماهر عبد الواحد، عبد المجيد محمود. ال3 شركاء في عدد هائل من الجرائم التي يجب فتحها الآن. اسمح لي أسألك سؤال بس فني قبل ما حضرتك تسترسل. سؤال فني: هو النائب العام عندما يترك منصبه، يعني هل أيضا يكون له حصانة ما أم بتنتهي الحصانة بمجرد ترك المنصب؟ تنتهي بمجرد ترك المنصب، وبالتالي من الممكن أن يساءل ويحاكم وما إلى ذلك. طبعا. طب بصراحة شديدة عايز أذكرك اتفضل يا فندم. عايز أذكرك وعايز أذكر المواطنين جميعا بأن الذين ماتوا في العبارة السلام 98 في 2006 ضعف من استشهد في الثورة. هؤلاء دفنوا ودفنت أسرارهم بيد النائب العام السابق. تمام. أنا عايز أذكرك وأذكر مصر كلها بأن أموال مصر التي كانت جزء كبير منها في شركات توظيف الأموال نهبت بيد النائب العام الذي سبقهما المستشار رجاء العربي. طيب ايه رأي حضرتك في الكلام اللي بيقال؟ وانا كان معايا المستشار زكريا شلش وهو رئيس محكمة استئناف، كان بيقول لي اليوم هو يوم أسود للقضاء، وهي عودة لمذبحة جديدة للقضاء وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ردك عليه يا أستاذ عصام؟ والله دي وجهة نظره المستشار زكريا شلش، وهو له توجه سياسي معين، وهو كان موجود في مؤتمر نادي القضاء اللي اتكلم فيه رئيس نادي القضاء وقال ان احنا كقضاء بيقولوا علينا مالناش دعوه بالسياسه، لا احنا بقى لينا دعوه بالسياسه، واحنا سياسيين واحنا هنتكلم في السياسه، واحنا مش هنطبق القوانين، واحنا القانون اللي احنا عايزينه هنطبقه واللي مش عايزينه مش هنطبقه. وكان موجود المستشار زكريا شلش ولم يتكلم في هذا. فانا احب اسمع رايه في الكلام ده الاول، هل هو رجل سياسه ام رجل قانون؟ هل هو هيطبق القوانين وملتزم بالقوانين ولا مش ملتزم بالقوانين؟ علشان اعرف اقول لك رايي ايه في اللي يقوله. يجب على رجل القضاء ان يظل رجل قضاء. طيب ايه رايك في الكلام اللي قاله المستشار احمد الزند؟ اذا ذكر شيء امامه من مثل هذا اما ان يعني يرد دفاعا عن محراب القضاء العظيم، واما ان يغادر طيب المستشار احمد الزند قال ان مش من حق احد ايا كان منصبه في هذه الدوله ان يقترب من النائب العام ده وفقا للقانون وللاعراف القضائيه في مصر. برضه دي وجهه نظر المستشار احمد الزند. انما الذي حدث، نحن بصدد قرار تعيين للمستشار عبد المجيد محمود في منصب اخر، وبالتالي شغر منصب النائب العام، ويجب تعيين مستشار آخر في منصب النائب العام. إرادة الشعب فوق كل إرادة. لا يمكن أبدا أن نظل أسرى للآليات والتخريجات والفلسفات التي كانت تحكمنا بطريق الاستبداد. لا يمكن أبدا ننشد حرية وديمقراطية ونستخدم نفس آليات ونفس مفردات بل نفس شخوص الذين كانوا يفلسفون للحاكم المستبد الفاسد الظالم، ونريد أن نكون أو نعيش عالما ديمقراطيا حقيقيا. أستاذ عصام، البعض بيقول أن يعني رئيس الجمهورية استباقا لمظاهرات الغد ومليونية الغد وحتى تظاهر اليوم، وانتم دعيتوا في حزب الوسط لاحتشاد